السلام عليكم، شلونكم أعزائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعنا لكم بشرح جديد، واليوم الشرح حل حدث مشكلة أثناء النقل أو من هيك شي. نقل الملفات، جميع الملفات إن كانت عن لعبة ببجي موبايل إن كانت عن غير شي. فالمشكلة هي اللي تواجهكم أمامكم، هاي هي. طبعا اليوم راح نحلها بشكل مبسط وسريع. أول شي نحمل الزر أرشيف اللي هو معروف لا يعرف. ندخل على الزر أرشيف، بعد ما تحمله تروح الملف اللي انت نزلته. طبعا هذا الشرح ينطبق على 32 بت وال64 بت، كورية، عالمية، فيتنامية، هندية، تايوانية، كل شي يصير، وعلى جميع الملفات. يعني انت لما تدخل لي خاص وتقول لي عندي هاي المشكلة راح ادز لك هذا الشرح، وهذا الشرح يتطبق على جميع الملفات. نروح على الداونلود او على مكان الملف اللي انت نزلته. مثلا راح اروح على هذا الملف، ملف العقارب. طبعا الملفات تلقوها قناتي تحت بالوصف. ندخل على هذا الملف، نسوي الاستخراج هنا. طبعا قناتي وقناة حسام تلقون بالوصف. نسوي الاستخراج هنا، طلع الملف مثل ما تشوفون. ندخل عليه وندوز على الفايلز، نسوي له نقل، نشوف شنو المشكلة اللي هي تواجهنا. نروح على الاندرويد، نروح على الداتا، وننزل جوا على مكان اللعبة إن كانت كوريا إن كانت عالميا. نسوي له نسخ، ونسوي تطبيق على جميع الملفات واستبدال. طبعا مثل ما تشوفون هي هاي المشكلة اللي تواجهكم، و يعني عبالها الناس إنه الملف فيه مشاكل، بس الملف ما له دخل كمشكلة من عندكم. يقول لك اكتملت العملية مع وجود أخطاء. نسوي له حسنة ونرجع للملف مرة ثانية على الداونلود، على الملف مالتك، ونظل ضاغطين على الفايلز، ونسوي له الضغط على ZIP، العفو للزت، فقط للسفن اللي هو ثاني خيار 7Z. تمام. لحد ما يكمل، كمل ويانا هذا الملف. نضغط عليه ضغطة واحدة. طبعا للعلم أنا مسوي هذا الشرح قبل، بس ما أعرف الناس ما قاعد تشوفه، أو ما أعرف ناس تقول ما قاعد يشتغل عندي. فهذا الشرح ثاني ماكو مشكلة. نضغط عليه ونسوي استخراج اللي هو رابع خيار. نرجع ونروح على الاندرويد، ونروح على الداتا، ونروح ننزل لجوا، ونروح على مكان الملف مال اللعبة، ونسوي له استخراج، ونسوي تطبيق على جميع الملفات، وأيضا استبدال. مثل ما تشوفون تمت ويانا العملية بنجاح وماكو أي مشكلة. وحتى نتأكد مرة ثانية، نروح على الداونلود، ونروح على مكان الملف، وناخذ نسخ مو اللي استخرجناه، العفو مو اللي سوينا له ضغط. نروح على الفايلز العادي، نسوي له نسخ، نرجع على الاندرويد داتا، ونروح على مكان اللعبة، ونسوي له نسخ، ونسوي تطبيق على جميع الملفات واستبدال. مثل ما تشوفون راح ينقل عندنا بشكل كامل بدون أي مشاكل. فراح يتم نقل الملف للفايلز بدون أي مشاكل مثل ما قلت. وبس لهنا وصلنا لنهاية الشرح. الشرح بسيط وما بي أي صعوبة. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وقناة حسام موجودات بالوصف. وبس، مع السلامة.